السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إن شاء الله تكونوا بخير دايما وفي أفضل حال. النهاردة وزي ما حضراتكم شايفين الصورة بتتكلم عن نفسها، طريقة تحضير بسكوت الكوكيز أو بسكوت الفران. النهاردة الكوكيز طبعا مش بسكر بني ولا الحاجات دي خالص. طريقة هتكون بسيطة بإذن الله تعالى بمكونات بسيطة زي ما حضراتكم شايفين. مهم جدا لايك للفيديو وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكم كل الفيديوهات اللي بننشرها في القناة. وزي ما حضراتكم شايفين معانا 300 جرام زبدة فرن، عليهم 200 جرام سكر ناعم بودر، عليهم 2 بيض، وعليهم 500 جرام دقيق نواعم، وعليهم 3 جرام بيكنج باودر. في البداية وزي ما حضراتكم شايفين هنعجن الزبدة مع السكر. قلنا 300 جرام زبدة عليهم 200 جرام سكر ناعم بودر، وعليهم 500 جرام دقيق، 3 جرام بيكنج باودر، 2 بيض، وطالما في بيض يبقى لازم يكون في فانيليا. وطبعا ممكن نستخدم أسانس البرتقان، ولكن هيكون شكل مختلف وطريقة مختلفة، يعني بيكون ليه تشكيل تاني، ولكن هيكون بسكوت البرتقان. زي ما حضراتكم شايفين كده بنقلب الزبدة مع السكر وبعدين ننزل عليهم بالبيض. الطريقة دي مش محتاجين ان احنا نفور الزبدة، يعني مش محتاجين ان احنا نشغل السرعة عالية خالص ونسيبهم اللي هو الزبدة تبيض والكلام ده، لأ. لان الطريقة هنشتغلها يدوي، بنحتاج ان احنا نفور الزبدة فقط في الحاجات اللي ممكن نشتغل بيها الزبدة او نشتغل بيها البسكوتات بالكيس بتاع الحلواني. هنا بنقلبهم فقط مع بعض بالطريقة اللي حضراتكم شايفينها. الطريقة بسيطة جدا بإذن الله تعالى، ولكن مهم اتباع الخطوات. طبعا لما بنقول ان انا بشتغل بزبدة فرن، ده مش معناه ان زبدة فرن طبعا افضل حاجة، ولكن هي زبدة زي مثلا لو هنشتغل بزبدة نيوزيلندي مفيش اختلاف بإذن الله تعالى في المقادير، ولكن هي بتكون نوعيات الزبدة. طبعا زبدة فرن احسن حاجة موجودة في الزبدة اللي هي النباتية زي الكريستال والحاجات ديت، افضل جودة ممكن ناخدها هي الزبدة الفرن. ولكن في زي ما قلت قبل كده ممكن نشتغل بالزبدة الصني، مفيش اي مشكلة، ولكن هي اصبحت مش موجودة. زبدة كريستال في النواعم مش كويسة، كريستال في النواعم مش كويسة، فرن افضل منها. وزي ما حضراتكم شايفين نزلنا بالاتنين البيض، هنعجن لحد ما البيض يتشرب معانا تماما، هنعجن لحد ما البيض يتشرب معانا، وبعدين هننزل بال500 جرام دقيق. افضل انواع الدقيق اللي ممكن نشتغل بيها، ومهم جدا ان احنا لو بنشتري عبوات الدقيق نحاول ان احنا نشتري في النواعم اقل نسبة بروتين. يعني الدقيق العبوات اللي هي زي الدقيق الكوثر او الضحى او الحاجات دي، مهم جدا ان احنا نتعلم لما نشتري النوع الدقيق اللي هنشتغل بيه نشوف او نقرأ الكيس او العبوة مكتوب عليها نسبة البروتين. البروتين في النواعم لازم يكون اقل من 10، لازم يكون البروتين في نسبة الدقيق اقل من 10، يعني 7 8 9 نشتغل فيها بالنواعم مفيش اي مشكلة. اكتر من 10 او اكتر من كده زي مثلا الدقيق المعجنات زي 5 نجوم او البيكي بيكر او انواع الدقيق دي ما ينفعش نجيبها في النواعم خالص، هتبوظ معانا الوصفة. دي حاجة مهمة جدا لازم نكون حريصين واحنا بنشتري نوع الدقيق. طبعا في المحلات الحلواني ما بتشتريش او ما بتشتغلش بالعبوات اللي هي الكيلو، بيكون في شكاير اللي هي زي ما حضراتكم عارفين الشكاير الكبيرة، فدي طبعا في أنواع محددة ممكن نشتغل بيها. يعني في المعجنات أو المخبوزات ممكن نشتغل بدقيق 5 نجوم. في النواعم بيكون في دقيق اسمه النصر، ده كويس جدا في النواعم النصر. وفي دقيق تاني اسمه الأهرام، برضو ده كويس جدا في النواعم. تمام. لو احنا مثلا بنشتري دقيق سايب فنتأكد دقيق نواعم اللي هو دقيق النصر او دقيق اللي هو طبعا الاهرام. زي ما حضراتكم شايفين كده عجننا العجينة خلاص تمام. حبينا ان احنا نعمل الجزء اللي هنلونه بني، زي ما حضراتكم شفتوا خدنا معلقة زيت عليها معلقة كاكاو قلبناهم مع بعض كويس، قسمنا كمية العجين وضفنا الكاكاو. طبعا هنا الكاكاو عشان لما يكون البسكوت الكاكاو والزيت، الكاكاو ده وكأنه دقيق يعني زي الدقيق بالظبط، لازم اضيف له ادام عشان البسكوت
ما يبقاش الشوكولاتة ناشف عن البسكوت الفانيليا، الاتنين يكونوا تقريبا نفس القوام في الاكل. فعشان كده ضفنا اللي هو الادام اللي هو الزيت. زي ما حضراتكم شايفين بكورها وبعدين بفردها وبعدين بضيف لها الشوكولاتة. الفكرة ان احنا نفردها ان البسكوتية تبقى مفرودة، ما تبقاش يعني لو هي كورة وضغطت عليها في الشوكولاتة هتبقى مش مظبوطة في الكثافة، هتبقى عالية يعني كلقمة عجين من جوه هتبقى عالية. فالأفضل إن احنا نفردها وبعدين نديها الشوكولاتة ونرصها زي ما حضراتكم شايفين. تمام، خلصنا الكمية بتاعتنا كلها الشوكولاتة والفانيليا. هنسويهم على درجة حرارة 170 تقريبا 22 دقيقة. درجة حرارة 170 22 دقيقة. هنا زي ما حضراتكم شايفين كده في الفرن طبعا عادي. ودي الاشكال اللي اتعملت النهاردة بعد التسوية. اتمنى تكون عجبتكم وفيديو سريع طبعا. شكرا لكم وبعتذر لو طولت عليكم في الفيديو. ما تنسوش لايك للفيديو. شكرا لكم في رعاية الله. مع السلامة.